السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي وقناتكم مطبخ بيتي. اليوم غادي نشارك معكم الكيك الخامر او كيك بريوش. كيجي رائع خفيف ما تشبعوش منه وبمكونات جد بسيطة واقتصادية وبطريقة اللي هي سهلة. واخا يكون عمركم ما نجح معكم الكيك، انا متاكده ان هاد الطريقه هذه غادي تولي معتمده عندكم. كتحيري واش كيك واش بريوش، كتجي روعه فتيه وخفيفه بحال الريشه، سهله اي مبتدئه يمكن ليها ديرها. فما نزيدش نطول عليكم ونخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. في واحد لو بول غادي نحتاج جوج ديال البيضات اللي يكونوا كبارين، وضروري ما يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. وإلا كانوا بيضات اللي هما صغارين ديروا 3 ديال البيضات، وكنضيف عليهم رشة ديال الملح الطعام لتحسين الذوق، ونضيف كذلك نص كاس ديال السكر سنيدة. والسكر كيبقى على حساب الذوق ديال كل واحد فيكم، وتقدروا تستبدلوه بأي سكر نتوما كتستعملوه. ونضيف كذلك ساشية ديال سكر فانيلا من فئة 8 غرام. وكنبدا كنخلط غير بالطراب اليدوي. هاد الكيكه هذه ما نحتاجش ان نستعملوا فيها الضراب الكهربائي. غادي نبداو كنطربوا حتى كينسجم لينا البيض مع السكر، ونلاحظ ان السكر داب لينا تماما في الخليط. راه هاد الكيكه هذه كتجي غزاله، واخا نضل كنشكر فيها حتى تجربوها عاد غادي تجاوبوني. ونتمنى الا جربتها شي وحده فيكم تجاوبني في لي كومونتير كيفاش صدقات معها. وضروري ما تحركوا مزيان حتى يذوب لينا السكر. عاد غادي نضيف كاس الا ربع مخلط ما بين الزيت ومعلقه كبيره ديال الزبده اللي تكون نوعيه جيده باش تعطينا نكهه زوينه للكيكه ديالنا. ذوبت الزبده وزدت عليها الزيت حتى تحصلت على كاس الا ربع. وهنايا غادي نخلط حتى ينسجم الزيت مع باقي المكونات. وراه اي عنصر كنضيفو كنخلط مزيان باش ينسجم مع المكونات الاخرى. وهنا ومن بعد ما خلطت الزيت مع باقي المكونات غادي نضيف جوج الكيسان ديال الحليب. والعبار دائما يكون بكأس العنبه، وضروري ما يكون الحليب ديالنا دافي واحد شويه باش تختمر لينا الكيكه ديالنا بسرعه. وممكن ديروها حتى بالماء الا ما كانش متوفر عندكم الحليب بطبيعه الحال. راني مجرباها بالماء كتجي بنفس القوام وكنتحصلوا على نفس النتيجه، كتجي رائعه وخفيفه. وكنضيف كذلك معلقه كبيره ديال خميره الخبز اللي هي خميره فوريه. غادي نخلط المكونات حتى تنسجم لينا معاهم الخميره غير واحد شويه وتوزع. ونضيف كذلك 500 غرام ديال الدقيق الابيض اللي هي نص كيلو. وإلا احتاجيت الدقيق يمكن ليا نضيفه من بعد. غادي نغربل الدقيق ديالي مزيان، ونضيف كذلك نص معلقه ديال الخميره الحلويات ما يعادل 4 غرام. ونغربل الكل مزيان. وفي هذا الاثناء راني دايره الفران ديالي كيسخن على درجه حراره متوسطه، شعله عليه العافيه من الفوق ومن التحت. كنضيف كميه الدقيق كلها دفعه واحده ونشوف القوام ديالها كيفاش داير. وهنايا من بعد ما غربلته غادي نبدا كنخلط بيديا غير بشويه باش ما يطيرش علينا داك الدقيق. وصافي هنايا كيف ما كتشوفوا كنخلطها شويه بشويه، وراها ساهله بزاف اي وحده يمكن ليها ديرها وراها ناجحه 100%. وكيف ما كتشوفوا الخليط ديالي كان باقي خاصو القليل من الدقيق، حيت دائما الكميه كتبقى على حساب النوعيه ديال الدقيق وعلى حساب الحجم ديال البيض اللي استعملت. كاين الدقيق اللي كيتشرب وكاين اللي لا. وضفت كذلك كاس الا ربع ديال الدقيق. وفي الاخير راني زدت حتى داك الربع كاس اللي كنت خليت. المجموع استعملت 600 غرام نتاع الدقيق. كنخلط الدقيق مزيان
حتى كينسجم مع باقي المكونات وكنتحصل على قوام اللي كيكون على هذا الشكل هذا. ما كنحتاجش انني ندلكها، كنبدا غير كنخبط هكا بشويه بهذه الطريقه هذه باش كيدخل له الهواء، والقوام ديالها خاصو يكون على هذا الشكل هذا. ومن بعد ما ساليت العجينه ديالي غادي نجمع ليها الجوانب ديالها بواحد السباتول بهذا الشكل هذا، وندهن لها الوجه ديالها بالقليل من زيت المائده بعد ما جمعت الجوانب باش ما يبقاش لينا الدقيق، ودهنت لها الوجه ديالها كذلك باش ما تكونش لينا ديك الطبقه اللي كتكون قاصحه في الوجه ديال العجينه. وهنايا غادي ناخذ واحد البلاستيك غذائي ونغطيو عليها ونخليوها ترتاح واحد 20 دقيقه تماما. عاد غادي نرجع معكم ونوريكم كيفاش كان الاختمار ديالها. ومن بعد ما دازت 20 دقيقه شوفوا هنايا غادي نوريكم الخميره ديالها كيفاش كتولي. هانتوما شوفوا يلاه بدات كتخمر لينا واحد شويه. وهنايا غادي نبدا كنديغازيها بهذا الشكل هذا. شوفوا تبارك الله كيفاش رجعت لينا العجينه ديالنا. ضروري ما ديغازيوها مزيان ونخرجوا منها داك الهواء اللي كيكون فيها. عاد غادي نزيد عليها اختياري حبيبات الشوكولا او لا اللي بغيتو ديروه الزنجلان او لا النافع او لا حبه حلاوه، كيبقى لكم الاختيار. انا هنا درت ليها حبيبات الشوكولا، درتها بحال الكيك بريوش. كنحاول انني ندخل هذوك الحبيبات ديال الشوكولات في العجين حتى كيتوزعوا لينا مزيان مزيان بهذا الشكل هذا. عاد كناخذ المول، ممكن ديروا المول اللي هو دائري او لا اي مول كتفضلوه ومتوفر عندكم، ماشي شرط يكون بحال هذا المول هذا اللي استعملت انا. دهنته مزيان بالزبده حيت ما غاديش نستعمل الدقيق باش ما تلتصقش لينا الكيكه ملي نبغيو نزولوها من المول. ورشيتو بشويه ديال اللوز ايفيلي او لا كاوكاو ايفيلي او لا الزنجلان، اي حاجه رشيتو بها المول راها كتعطي لهذا الكيك هذا منظر اللي هو رائع. ومن بعد ما ساليت المول ديالي دخلته واحد 10 ديال الدقائق في الكونجيلاتور باش يبرد لينا باش تحيد لينا الكيكه ديالنا بسهوله من المول. عاد غادي نبدا كنفرغ الخليط ديالي. هانتوما شوفوا كيفاش كتنزل لينا العجينه ديالنا، كتنزل بحال لي قطعه قطعه. هانتوما شوفوا. عاد غادي نبدا كنقاد ليها الوجه ديالها بالاستعانه بالقليل من الزيت النباتيه. غادي نوزعها واحد شويه باش ما تجيناش جهه طالعه وجهه نازله، وندير القليل من الزيت ونقاد ليها الوجه ديالها على هذا الشكل هذا. ونغطيها مره ثانيه ببلاستيك الغذائي ونخليها كترتاح لمده 15 دقيقه. غير بما شفتوا لها الوجه ديالها تقاد وطلعت لنا واحد شويه على هذا الشكل هذا. غادي ندخلها للفران كيف ما قلت لكم اللي مسخن من قبل على درجه حراره متوسطه. عاد غادي نقص ليها العافيه ونخليها كطيب على خاطرها غير من التحت. وفاش كيدخلها الطياب وتبان لينا انها بدات كتحمر مع الجوانب، عاد كنشعل ليها العافيه من الفوق ونخليها تكمل طيابها من الفوق حتى تحمر لينا. هانتوما شوفوا كيفاش كتطلع، راها كتجي طالعه مزيان على المول وكتفيض ما شاء الله. كنتمنى انكم تجربوها. واش غادي نقول لكم، واخا نضل كنشكرها خاصكم ضروري تجربوها الصراحه، عاد باش غادي تعرفوني علاش كنهضر. شوفوا ما شاء الله تحلفي عليها واش كيكه واش بريوش. خليتها واحد شويه في المول
حتى دفات لينا عاد حيدتها باش تساعدني منين نبغي نحيدها من المول، تحيد ليا بسهوله. خليتها هكا ما زينتهاش، خليتها عاديه. وانتوما يمكن ليكم تزينوها بالسكر كلاصي او السقيل او باش ما كتفضلوا. انا فضلت انني نخليها هكا سامبل، كتجي حتى هكا رائعه. ويمكن لكم تزينوها كذلك حتى بالشوكولا السوداء او لا الكراميل، اي حاجه ضفتوها ليها راها كتعطيها ذوق رائع. ونشوفوا جميع التقطيعه ديالها كيفاش جات من الداخل. هانتوما شوفوا الموس كيدوز فيها بكل سهوله، راها جات فتيه وهشيشه وواحد البنه ما شاء الله رائعه، مزيج ما بين الكيك والبريوش. وحاولوا انكم تخليوها حتى تبرد تماما عاد قطعوها. انا كنت مزروبه واحد شويه، داكشي علاش قطعتها وهي سخونه. شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي، راها كتجي هشيشه وفتيه والمذاق يا سلام ما تشبعوش منه. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الى عجبكم بارطاجيو مع ناسكم وحبابكم باش تعم الفائده. وبالنسبه للناس اللي كيزوروا قناتي لاول مره، نتمنى تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونتلاقاو في وصفات جديده ان شاء الله. مع السلامه.